ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. يوم جديد ان شاء الله بكل حاجة حلوة. يلا هنقوم كده نتشجع ونشوف ورانا ايه. النهاردة انا هنضف الريسبشن، يعني انا منضفة الاوض جوه والفرش نظيف والمطبخ مفيش في حاجة تتعمل غير هو هنحضر الغدا. هعمل حاجة برضو بسيطة النهاردة، مش هقف يعني ان شاء الله مش هقف كتير. هو الريسبشن بس اللي ورايا، وفي شوية غسيل عايزين يتغسلوا نحطهم في الغسالة واحنا واقفين. هنلم الدنيا كده بسرعة. تعالوا كده بقى قبل ما نبدأ ونشوف احنا بنعمل ايه وهنعمل ايه طول النهار، وهنتكلم في موضوع ايه النهاردة. اللي لسه ما اشتركش معايا في القناة يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان كل جديد انزله يوصل لكم بسهولة. ويا ريت تسيبولي تعليق حلو من عندكم ولايك حلو كده. سيبولي رأيكم في اللي انا بعمله او في المحتوى اللي انا بقدمه. عايزين نغير منه، عايزين يعمل حاجة تانية جديدة قولولي عليها. انا ملاحظة ان انتوا يعني معظمكم بيتفرج وما بيسيبوليش تعليق ولا بيسيبولي لايك. ولا اي حاجه، مفيش تفاعل منكم على الصفحه. عايزين الصفحه تكبر بيكم ان شاء الله. تعالوا نبدا كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده الفرش بتاع الشلت والحاجات دي والكراسي، الكنب والكراسي. هو نظيف، انا غسلاه من اسبوعين بالظبط. فده يعتبر تالت اسبوع عليه. الاسبوع الجاي هشيله، هو نظيف مفهوش اي حاجه، بس انا هشيله برضو اغسله. لان طالما عندك اطفال الوارد ان هو هيتوسخ. بس هو الحمد لله يعني انا على طول هم قاعدين في الاوضه بتاعتهم، قليل قوي ان هم يتلاقيهم قاعدين في الريسبشن. اهم حاجه برضو لازم تعمليها او تاخدي بالك منها، لو الانتريه بتاعك منفصل زي الانتريه بتاعي كده، الشلت لوحدها بتتشال يعني عن الكنب او الكراسي. لازم تشيليها تنضفيها اول باول من تحتيها. لان زي ما انت شايفه كده في بلاوي. انا الكنب والكراسي دي منضفاهم الاسبوع اللي فات، كل اسبوع بشيل الشلت وارفع تحتيها واكنس واشوف ايه اللي جواها. وارد عندك اطفال بياكلوا شيبسي بياكلوا حاجه بيرموا، يعني انا مطلعه اهو سماعه التليفون، كانوا قاعدين بيلعبوا بيها ورامينها تحت الشلت كده زي ما انتوا شايفين. انا بنضف بالفرشه دي كده، بكنس الظهر بتاع الكنب والدراعات والحاجه. وبعد كده بشفط بالمكنسه. يعني دي بتسهل عليا لو في حاجات صغيره مش المكنسه مش هتوصل لها، الفرشه بتطلعها. بدل ما بنفض، لو هتنفضي بحته قماشه كل التراب اللي هيطلع منه هيطلع عندك على الحيطان، هتبقى الحيطان كلها تراب، هتيجي تنفضي الحيطان تنزل تاني على الانتريه. فهي الفرشه بتغني عن ده كله، او المكنسه لو عندك المكنسه الكهربائيه. هكنس كل اللي تحت الشلت دوت، يعني الكنب والكراسي. وهغير شوية النهاردة في الشكل بتاع الريسبشن، يعني هغير الشكل، هتبقى الترتيب، هننقل حاجة مكان حاجة ونحط حاجة مكان حاجة. يبقى تغيير شوية ان انت تحسي ان انت وانت داخلة الشقة كده كأن في تغيير في الشقة. تعالوا نبدأ كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. جات لي هي مش شكوى، هي واحدة بتقولي انا تعرضت للموقف دوت ومعرفتش ارد على الكلام اللي اتقال لي. فارد عليها اقول لها ايه على واحده زي دي والكلام اللي قالته لي. بقول لها موقف ايه اللي انت اتحطيتي فيه او كلام ايه اللي اتقالك ومعرفتيش تردي عليه. لقيتها بتقولي انا ليا سلفة حربوقه كده صغيره، هي متجوزه من فتره ولسه مخلفه اول طفل ليها. وانا حامل وخلاص في الشهور الاخيره، بس ده مش اول طفل ليا، تالت طفل او تاني طفل. وبطبيعتي ان انا يعني ولدت قيصري الكام مره اللي قبل المره دي. ولقيتها كل ما تشوفني عند حماتي من بعد ما ولدت بالاخص، وكل ما تشوفني بتحرك او بتوجع او بتكلم في حاجة الاقيها تتريق عليا. اخرها المرة دي كنت عند حماتي وقاعدة، فانا كل ما بطني بتكبر بتعب اكتر عشان خاطر انا بولد قيصري. وكل ما بطني بتكبر الجرح القديم بيشد عليا، فانا قاعده بتألم وتعبانه، فبيقولوا لي مالك، فبقول لهم. لقيتها بتقولي هو اللي زيك بتحس او بتحس بمعنى خلفه او ولاده؟ ده انتي بتنامي وتقومي تلاقي العيل جنبك، امال لو كان جالك الطلق زي ما جالي كنتي هتعملي ايه وهتحسي بايه؟ فانا معرفتش هرد عليها، لقيت ان انا يعني نزل عليا كده سكات ومش عارفه ارد عليها اقول لها ايه. وبرضو بتحطني في مواقف محرجه بالكلام اللي هي بتقعد تقوله لي.
كل اللي انا اقدر اقوله لك، يعني احنا لو هنتكلم عن حماتك او الناس الكبيره، يعني احنا امهاتنا حتى بتقولها لنا: هو انتوا تعرفوا يعني ايه خلفه؟ ده احنا جالنا الطلق فيكوا وقعدنا من الساعه كذا للساعه كذا على ما خلفناكوا، ده احنا تعبنا فيكوا، ده احنا ما احنا عارفين ان اهالينا زمان تعبوا فينا. بس في الزمن اللي احنا فيه دوت، اللي بيجي لها الطلق بتجري على المستشفى يدوها الحقنه في ظهرها، وما فيش ساعتين تلاته بتقوم تلاقي العيل جنبها عادي، ما هي زيها زيك، بل بالعكس. هي ما بتحسش بالتعب اللي انتي بتحسي فيه بعد الولادة. احنا او انا عامة انا بولد قيصري برضو زي زيك، فده رد عليها وهرد عليها تاني. احنا بنقعد على الاقل عشان نعرف ننام على الجنب ده او الجنب ده بتاع 10 15 يوم على ما بنفك السلك، عشان تقدري تتقلبي من جنبك ده لجنبك ده، على ما بتقدري تتمشي وتقومي تخشي الحمام وتعرفي تعيشي حياتك الطبيعية. بتاخدي فترة شهر شهر ونص على ما بتقدري تعملي ده كله. بتقعدي اكتر من سنة على ما بتقدري ترجعي وتتعافي ان انتي تعملي حياتك اليومية اللي كنت بتعمليها، ان انت كنت بتنزلي سوق وتشيلي كميات وترفعي وتطلعي ترفعي سراير وتزق دولاب وتزق تلاجة. الحاجات دي كلها هي مش هتحس بيها، معنى ان هي محستش بفتح بطن او بجرح او كل دوت، فهي طبعا مش هتحس بيكي، اكيد هتسخف منك. بس اللي زي دي ترد عليها زي ما انا ما قلتلك. طب ما تقولي لها: انت دلوقتي جالك الطلق، رحتي خدتي حقنه في ظهرك وقمتي لقيتي العيل جنبك، مفيش يوم وبقيتي تجري في الشقه وبتتحركي. انا بقعد قد ايه على ما اقدر اتحرك وارجع لحياتي الطبيعيه؟ بلاش يا جماعه نسخف من تعب حد او نقلل من حد. انت تجربتك كانت بالنسبه لك صعبه، هي تجربتها اصعب منك واصعب واصعب. انت في يوم هيجيلك او ممكن يجيلك الوقت ان انت تتحطي في الموقف اللي اتحطت فيه، تولد قيصري، فساعتها هتعرفي بقى يعني ايه خلفة ويعني ايه معنى الضنا. ان انت تقومي تخشي العمليات يبنجوكي تقومي تلاقي العيل جنبك، هتعرفي كل اللي بتحسي بيه. مبقاش تقللوا من بعض وتسخفوا من بعض، ردي عليها كده، متخليهاش تسخف منك او تقلل منك. تعالوا بقى نحضر الغدا النهارده. انا عملت ريسبشن بره وزي ما انتم ما شفتوا كده نقلت الكنب والكرسي، يعني عملت شويه تغيير، تحسي بشويه تغيير شويه في الشقه. هعمل ايه النهارده؟ هعمل فته، حاجة برضو ايه سهلة، مش هنقف في المطبخ كتير. انا حاطة دلوقتي الحلة على النار بتاعة المية بتاعة اللحمة عشان تتسلق تغلي. على ما تغلي انا هتبل اللحمة كده زي ما انتوا شايفين، شوية فلفل اسمر وشوية كمون، ورشيت عليها يعني بشرت بشرة بسيطة من بلح جوز الطيب تديها طعم شوية. هدعك اللحمة بالبصل بالحاجات دي كلها كده واركنها على جنب على ما المية بتاعة السليق تغلي. لازم المية بتاعة اللحمة تغلي وتغلي قوي عشان خاطر يعني تطلع الريم اللي بيبقى في اللحمة ده على طول. واهم حاجة تشيليها عشان ما تبقاش الشوربة بتاعتك زفرة، تشيلي الريم اللي بيظهر على وش الحلة كده اول باول، ما تخليهاش تقلب منك والريم فيها، هتحسي ان الشوربة بتاعتك زفرة. دلوقتي المية غليت اهو، هنزل باللحمة عليها. انا حاطه في المية ورقتين لوري وفصين حبهان وبصلايه صغيره. تقولي ما انتي مقطعه بصل، هقول لكم برضو مفيش مشكله، هتشم بقى وهتدوقي احلى شوربه انتي عملتيها بالطريقه دي. دي الصلصه بتاعت الفته. انا دقيت شويه توم محترمين كده او فرمتهم ومع شويه زيت واديتها التحميره اللي انتوا شفتوها دي، وهنزل عليها بشويه خل. اول ما تشم ريحه الخل مع التوم كده صفي الطماطم عليها وحطي عليها بقى البهارات او التوابل اللي انت بتحطيها. في ناس بتحب تعمل للفتة طشة تانية توم وكده، انا مش يعني صراحة مش بحبها، انا بكتفي بالصلصة اللي انا عاملاها بالطشة بتاعتها دي. دلوقتي بقى احنا هنعمل الرز. في ناس كتير اوي بتشتكي ان الرز الابيض او الرز بتاع الفتة عامة ما بيطلعش مفلفل معاها او ما بيطلعش مظبوط. هقولك ازاي تخليه يطلع معاكي مظبوط. ده العيش اللي هنحمصه، انا حطيت عليه حتة زبدة مع شوية زيت صغيرين عشان الزبدة بس ما تتلسعش والعيش يتلسع مننا والدنيا تبوظ يعني. هحط عليه شوية ملح وشوية كمون وهقلب. عايزة تضيفي اي اضافات تانية على العيش، توابل او اي حاجة ضيفي، كل ده على حسب ما انتي ما بتحبي. الرز بقى عشان يطلع معاكي مفلفل لازم تحطي شوية زيت صغيرين مع الزبدة وانتي بتحمصيه كده شوية،
ولازم تحمصي الرز او يوصل معاكي لدرجة ان الرز بتاعك يبيض، الرزاية الحباية بتاعته تبيض كده، تبقى عاملة زي الفشار، عشان يطلع معاكي مفلفل وحلو وشارب من الزبدة اللي انتي مقلباه فيها. برضو في خطوة تانية، لازم تنزلي اذا كنتي هتسقيه بشوربة تبقى الشوربة سخنة، او لو هتسقيه بمية عادية لازم تبقى المية سخنة بتغلي. في ناس تقولك بياخد مني ميه كتير، ما هو هياخد منك ميه كتير لو انتي محمصتوش او وصلتيه للدرجه اللي انا بقولك عليها دي، ان الرزايه بتاعتك تبيض منك قوي كده. لازم تقلبي الرز مره واتنين وتلاته قبل ما تنزلي بالمعيار اللي هتنزلي بيه، اذا كانت شوربه او ميه. واول ما يغلي منك غلوه او التانية قبل ما يشرب ميته خالص اديله تقلبتين وحطيه على نار هاديه، هيطلع معاكي مظبوط ومفلفل ومفيش اي حاجه. العيش برضو ايديكي تبقى فيه كده لو هتعملي زي ما انا ما واقفه بعمل الرز، عشان ما تبقاش واحده ملسوعه وواحده طريه، يطلع كله كده بشكل واحد وتحميصه واحده. دلوقتي انا كده خلصت، وزي ما انتوا شايفين كده العيش مورق، وحمرنا حتتين اللحمه وادي شويه الصلصه والشرب. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، سيبولي لايك وتعليق وشير حلو من عندكم.